this is such a cool jacket. هو ده التوب زي ما انتوا شايفين، هو سيمبل جدا. الجاكيت ده اول ما شفته قلت لازم اجيبه، بجد شكله حلو قوي. Hey guys, ازيكم عاملين ايه؟ welcome back to my channel. النهارده جبت حاجات حلوه جدا من عند شي.ان. الحاجات اللي انا جايباها حاجات عمليه قوي، تنفع بقى للكاجوال لايف ستايل، بما اننا داخلين للبنات اللي رايحه الجامعه، البنات اللي هي برضه عندها دروس بقى ومدرسه، والرننج ايرانز، بما اننا راجعين back to life. فحبيت ان انا اوريكم حاجات هتنفعكم، حاجات حلوه وحاجات كاجوال جدا، وتقدروا ان انتوا تعملوا له الاوردر ويوصل قبل ما تبتدوا الدراسه. فالفيديو ده هيكون فيه حاجات عملية قوي هتنفعكم جدا، فكملوا الفيديو لحد الاخر عشان بجد مورياكم حاجات حلوة. وطبعا قبل ما نبتدي عايزة افكركم ان انا بيكون عندي الديسكاونت كود بتاعي بيديكوا 15% off على الاوردرات، وبكون سايبها لكم في الديسكربشن تحت جنب اللينكات والاكواد بتاعت القطع برضو، عشان لو عجبتكم اي حاجة تقدروا ان انتوا توصلوا لها بسهولة. ولو في حد اول مرة يشوفني، هاي انا اسراء بسيوني، بتلاقوا عندي فيديوهات ليها علاقة بالموضة والازياء، فلو انتوا بتحبوا نوعية الفيديوهات دي بليز اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس اللي جنب زرار الاشتراك عشان يوصلكوا الفيديوهات الجديدة. وبس كده، خلينا ان احنا نبتدي من غير كلام كتير واوريكم القطعة اللي انا جبتها. طيب، اول قطعة هو توب تانك توب يتلبس تحت اللبس، حبيته جدا. بصوا، هو قماشته اللي هي الجرسي القوي اللي هي بتبقى حلوة جدا في الباديهات، بس اكتر حاجة شدتني فيه ان هو فيه البلتن برا بتاعته، ان انا مضطرش البس تحتيه برا، ويبقى يدوبك هو التوب اللي البسه تحت اللبس بتاعي. والبرا بتاعتها الكاب بتاعها حلو، وكمان هي فيها استك من تحت الصدر على طول، فبتدي سبورت جامد. والبرا removable if someone wants to remove the bra and use it as a top، يقدر ان هو يعمل كده. فهي عملية جدا، تقدروا ان انتوا تستخدموها تحت اللبس، هتدي منظر حلو. وفي منها الوان كتير، انا حبيت اشتري الاسود لان انا ده اكتر لون توب انا بلبسه تحت اللبس وببقى محتاجاه. جربتها، القماشة بتاعتها حلوة، الاسترتش بتاعها جامد، يعني من الحاجات اللي I highly recommend ان انتوا تجيبوها، وتجيبوها من كل الالوان. انا كده كده هعمل اوردر منها تاني واجيب منها الالوان التانية. بعد كده بقى عندي الجاكيت ده، هو جاكيت ووتر بروف، هو خفيف جدا بس عجبني انه ووتر بروف، وعجبني اللون بتاعه قوي. اللون بتاعه اللي هو الباستر يالو، اللي هو اللون الموضة. الموديل بتاعه برضو سيمبل جدا، في بس استك كده من تحت بيدي زي كورنيشة. ينفع كمان وانتوا رايحين الجيم، لو انتوا بتحبوا تلبسوا جاكيت فوق لبسكوا في الجيم، لان هو خفيف بس في نفس الوقت واتر بروف. برضو في الايام اللي في الشتاء الدنيا بتشتي فيها وعايزه حاجه بس يا دوبك تلبسيها على لبسك كده عشان تحمي اللبس من الشتاء، ده هيبقى حلو قوي. بس on its own خطير. بصوا، بما اني كده كده بلبس قلت ان انا اوريكم التوب ده. التوب زي ما انتوا شايفين الماتيريال بتاعته حلوه جدا، البلتن برا بتاعته بجد سبورتيف قوي، يعني حلوه بالنسبه لي. I highly recommend التوب ده يا جماعه. ده waterproof jacket بجد. هو اصلا سيبكوا بقى من الماتيريال، سيبكوا من او هنستفاد منه ايه. خلينا في الناحيه الجماليه. It's very cool. بصي، تقدروا ان انتوا توزعوا او تضيقوها، بس انا حباها وهي ضيقه كده، مديه منظر كورنيشه. بالنسبة لي this is such a cool jacket. خفيف light weight، اللون بتاعه حلو قوي، تقدروا ان انتوا تلبسوه على جينز او على بنطلون كارجو زي اللي انا لابساه، او لو عندكم مثلا الليكرد من السنين اللي فاتت تقدروا ان انتوا تلبسوه، يعني versatile قوي. وفي الجيوب من هنا. بعد كده بقى عندنا الطقم الرياضي ده، انا جبت منه قبل كده اللون الموف، والمره دي قلت ان انا اجيب اللون الاحمر. انا بحب اللون الاحمر جدا، الناس اللي متابعيني من زمان عارفه قد ايه ان انا بحب اللون الاحمر. انا كده كده عارفه الكواليتي بتاعته، جايبه منه مقاس ميديوم. بحب ان البنطلون ده يبقى فيه واسع شويه، بس هو كده كده الاسترتش بتاعه خفيف قوي، يعني سهل ان انتوا تلبسوه وبياخد شكل الجسم. الحته دي بترفع الوسط بطريقه، يا جماعه بجد بيرفع الوسط قوي. والتوب حلو قوي. قبل كده قلت حتى التوب ده كنت لما جبت منه اللافندر اللون كان عاجبني قوي، قلت ان انا ممكن البسه لوحده في الخروج، يبقى كتوب مثلا لو حبيت حاجه لونها احمر او حاجه لونها لافندر تحت بليزرز. that would be a really good top. والبنطلون برضو خطير في الجيم، مريحة قوي، الاسترتش بتاعها طري جدا، تقدروا ان انتوا تتحركوا بيه ومش هيلخمكوا في الحركة خالص. دي جايبة منها مقاس ميديوم، تقريبا معظم الحاجات هتلاقوها سمول او ميديوم على حسب. يا جماعة عايزة اقول لكم صحيح ان ناس كتير جدا بتسألني المشتريات بتاعتي دي كلها بوديها فين. انا بجيبها عشان اوريكم
الحاجات الموضة تقدروا تلبسوها ازاي، افكار مختلفة لللبس بس انا مش بلبسها. انا كل الحاجات دي بكون عرضها عندي في الستور اسراء بسيني كلوزت، بتتباع بسعر السايت من غير جمارك، وساعات كتير كمان ببقى عاملة ديسكاونت يوصل لحد 30% off، و here and there كده بتلاقوا pop up discounts بتوصل لحد 70% off في الستور. فلو حد عجبه اي حاجة من الحاجات اللي انا بجيبها يتشيك الستور، بكون سايبالكوا اللينك بتاعه في الديسكريبشن. برو هتلاقوا حاجات كتيرة جدا، حاجات هتعجبكم، فمستنياكوا هناك. بعد كده جبت التوب ده، عجبني جدا الموديل بتاعه. الحاجات الرياضية من الحاجات اللي طالعة ترندي جدا، فلما شفته حسيته ان هو هيبقى عملي قوي، اقدر البسه على بنطلون جينز ويبقى الطقم خلاص حاجة سيمبل يت يونيك. عجبني الالوان بتاعته اليالو مع البني، وان الكتابة تحسوها فيدد شوية كده، مدية منظر فينتج. فا overall حلو، والكم بتاعه من الكمام اللي انا بحبها. ده انا جايبه منه سايز ميديوم. طبعا طبات صغيره زي دي برضو افضل ان هي تبقى كبيره عشان تبقى مناسبه ليا. وحاجه انتوا هتشوفوه اول ما يجي، ان شيلها لكم من الرشاقه عشان تشوفوه اول ما بيجي كده، بتلاقوه حاجه صغيره خالص، تحسوا اللي هو ايه ده، هو ده هيدخل فيا. بس الاسترتش بتاعه كبير قوي، بياخد شكل الجسم، وكمان بيخلي شكل الجسم فلاترنج قوي، لان هو عريض من فوق ونازل بضيق من عند الوسط، فبتحسوا ان هو عامل illusion ان انتوا وسطكوا اصغر من حجمه. هو ده التوب زي ما انتوا شايفين، هو سيمبل جدا بس بجد يا جماعه الموديل بتاعه حلو. الكم بتاعه اولا زي ما قلت من الكمام اللي بتخلي شكل الجسم حلو قوي، ولان هي بتبقى نازله مع الرابر كيدز وبتخلي منظر الوسط يبان اصغر. بس لو انت شكل inverted triangle، يعني كتفك كده كده اعرض من الجزء اللي تحت، حاولي ان انت تتجنبي الكمام اللي بالشكل ده، وان انت تلبسي حاجه بتكنس اكتر. بس بالنسبه لي هو حلو قوي، اللون بتاعه خطير. اصلا على البنطلون اللي انا لابساه ده حلو، وممكن ان انا كمان البسه على بنطلون جينز، اقدر ان انا البسه على سوات بانس عادي، يعني ليه ستايلات مختلفة. ممكن الموديل لابساه على سكيرت، فممكن ان انا البسه على سكيرت، لان المنظر اللي هو فوتبول مدي على بريبي، وان احنا نعمل ميكس لستايلات مختلفة من الحاجات اللي هي طالعة ترندز. فبالنسبة لي ده ستايل اقدر البسه بطرق كتير، وممكن كمان اروح لابساه تحت جاكيت في الشتا وبرضه يدي منظر حلو. بعدين بقى عندنا السات دي انا شاريها عشان الجاكيت، حش عليكم بصراحه، انا شاريها عن الجاكيت عشان الجاكيت اللون عجبني قوي. عندي بنطلون لونه زيتي، حسيت ان الجاكيت على البنطلون هيبقى من الحاجات الحلوه قوي. والجاكيت كده الكم بتاعه نازل بوسع، فحسيت ان هو فيه حركات. وكده كده الماتيريال بتاعت اللبس الرياضي بتاعت شيان بتبقى حلوه، الكواليتي بتاعتها بتبقى حلوه قوي، يعني ده بيخلي شكل الدريس فلاترنج قوي. بيبقوا عاملين كده، بصوا هقول لكم حاجه، شايفين القصات دي نازله ازاي؟ القصه دي بتعمل زي illusion، ان كأن يتهيألك ان شكل الوسط اصغر، بيصغر حجم الوسط بالشكل مش بالحقيقه، عشان بس شكل القصه بتاعته. فالحاجات دي بتخلي شكل الجسم بيبقى حلو. عارفين البنات اللي انتوا بتشوفوها في الجيم بتقولوا او ماي جاد هما جسمهم عامل كده ازاي؟ most probably بيبقى اللبس هو اللي بظبطهم. ده صحيح. لو عايزين تشوفوا الستايلينج بتاعت اللبس ده، ما تنسوش ان انتوا تتابعوني في الانستجرام، عشان في الانستجرام بنزل فيديوهات الستايلينج، فيوصل لكم الفيديوهات وتشوفوا الستايلات ازاي. او لو عندكم قطعه مش عارفين تلبسوها ازاي ومحتاجين لها تنسيقات، تتابعوني في الانستجرام وتبعتوا لي رسائل، انا برد على الرسائل كلها. ان احنا مش عارفين نعمل ستايلينج للقطعه دي، بوريكم طرق مختلفه تقدروا ان انتوا تلبسوها بيها. الجاكيت ده اول ما شفته قلت لازم اجيبه، بجد شكله حلو قوي. هو لونه ابيض ووتر بروف، وفيه كتابه من ورا بالاحمر، والموديل كانت لابساه على نفس البنطلون اللي عندي، فقلت الجاكيت ده على البنطلون اللي عندي هيبقى طقم حلو جدا، هيبقى طقم عملي. برضه الجاكيت مش تقيل، ينفع للي هو الجو الخريف بتاعنا بقى ليه، بس يعني حاسه انه هينفعني قوي في الجو. كمان very cool very simple بس cool. انا بحب انا الستايلات دي قوي. تعالوا اوريكم. باي ذا واي ده جايبه منه مقاس سمول عشان هو مقاسه كبير، فما تكبروش في السايز. لو انتوا عايزين موديله يبقى اوفر سايز مش شرط ان انتوا تكبروا في السايز خالص. بصوا هي كانت لابساه على بنطلون زي اللي انا لابساه ده مع الاحمر، شكله خطير، وممكن كمان ان احنا نقفله. بجد حلو قوي، عجبني جدا الموديل بتاعه، واللون الابيض مع الاحمر حلو قوي. ده لو انتي في جامعة وعايزة ان انتي تروحي الجامعة بحاجة تبقى simple وفي نفس الوقت يبان ان انتي stylish، طقم زي ده it's very simple yes it's very stylish
فأيد highly recommend للبنات اللي في الجامعة طقم من أوله لآخره كده. أكيد هتلاقوا شيان بنطلون شبه اللي أنا رايباه، ده رايبه من ديفاكتو، وكنت رايبه واحد تاني من ديفاكتو تقريبا نفس الموديل بس بخط عريض بدل الخطوط الصغيرة. هتلاقوا الموديل ده مع جاكيت يبقى طقم تحفة. بعدين جبت بقى سنيكرز. الناس اللي متابعيني عارفة قد ايه انا بحب السنيكرز بتاعت شي ان. اولا بتبقى مريحة قوي، ثانيا عندهم كل الموديلات اللي بتبقى طالعة موضة، وثالثا وده الاهم الكواليتي بتاعتهم بتبقى حلوة. السنيكر ممكن تقعد معايا سنين يا جماعة، فبتعرفوا قد ايه ان الكواليتي بتاعتها حلوة. فجبت السنيكر دي، عجبني جدا اللون بتاعها اللي هو البرجندي مع البيج، فيه كده البينك داخل في الموضوع. وتاني حاجة عجباني ان هي هاي هيلز. بس كده الرايت هي دي كانت الحاجات اللي انا جبتها المرة دي من شي ان. ما تنسوش ان انا سايبالكوا الديسكاونت كود والاكواد في الديسكربشن تحت، وبرضه عايزاكوا تكتبولي في التعليقات ايه اكتر محل ان انتوا بتحبوا تشتروا منه، او ايه اكتر محل بتحبوا اللبس بتاعه عشان اروح اعمل شوبينج فيه واوريكوا ايه الحاجات اللي طالعه موضه، او اجرب لكم اللبس من هناك. ويا رب الفيديو ده يكون عجبكم وامتعكم وطلعتوا منه بافكار. و thank you so much ان انتوا اتفرجتوا على الفيديو ده، واشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.